هلو هلو يا مساء الفل عليكم جميعا. هحضر معاكم النهارده جبنه قريش كريمي حلوه جدا. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه كالعاده، طبعا مش بنحب نكلكع الامور احنا، وهتكون حلوه قوي وهتعجبكم. قوامها زي ما انتم شايفين كده كانها لبنه. الناس بقى اللي مخاصمه الجبنه القريش في عداوه بينهم وبين بعض كده ما بيحبوهاش. لا تعالوا اقول لكم هنعملها ازاي، هتحبوها جدا وهتغيروا رايكم فيها، مش هتستغنوا عنها بعد كده. قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا خليني أفكركم بالشير واللايك للفيديو بتاعنا لو عجبكم، ولو أول مرة تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أنا معايا هنا قالب من الجبنة القريش، وزنه كان تقريبا 400 جرام. هبدأ إن أنا أحط الجبنة القريش كده في الكبة بتاعتي. لو ما خدتهاش كلها مرة واحدة مفيش مشكلة، هحط جزء واضربه بالكبة شوية، وبعد كده هضيف الجزء الباقي زي ما احنا شايفين كده. أنا هضربهم مع بعض وبعد كده هرجع ان انا اضيف الجزء الباقي اللي ما اتحطش في الاول. طبعا انا ما صورتش الخطوه دي بقى. وبعد كده هضيف عليها علبه كامله من الزبادي اليوناني. ليه الزبادي اليوناني؟ الزبادي اليوناني بيكون قوامه اتقل من الزبادي العادي، وبيكون فيه طعم كده، يعني ايه، في لذعه شويه عن الزبادي العادي. انا بحب طعمها، بس ممكن تستخدموا الزبادي العادي مفيش اي مشكله. الزبادي اللي متاح عندكم استخدموه، ما تقيدوش نفسكم باي حاجه. حطيت بقى علبه الزبادي بتاعتي كامله، وبعد كده هضيف عليها شويه من زيت الزيتون. كمان الزبادي اليوناني قوامه اتقل زي ما قلت لكم، ممكن تستخدموا الزبادي العادي هيخلي القوام اخف شويه، بس ده مفيش مشكله منه خالص. انا ضفت هنا تقريبا 3-4 معالق من زيت الزيتون، وهغطي بقى الكبه بتاعتي ونبدا ان احنا نضربها كلها مع بعضها. احنا مفيش اي مكونات تاني خلاص هنستخدمها، هي الجبنه القريش والزبادي وزيت الزيتون. ولو حبينا ان احنا نخفف الجبنه شويه هنضيف عليها شويه لبن صغيرين مش كتير، عشان بس نظبط القوام بتاعها ونوصل للقوام اللي احنا محتاجينه. انا هنا ضربتها كان القوام بتاعها لسه تقيل، مش ده القوام اللي انا عايزاه، فهضيف عليها شويه لبن. هنضيف اللبن حبه حبه مش مره واحده كده عشان ما تخفش مننا خالص، نعرف نظبطها. بعد ما ضفت بقى اللبن هضربهم مع بعض شويه كمان لحد ما اوصل للقوام اللي انا محتاجاه، قوام كريمي زي اللبنه كده، جبنه كريميه. مش عايزاها القوام بتاع الجبنه القريش، ولا قوام يكون خفيف كده ان هو يتشرب يعني، لا عايزاها قوام كريمي حلو نقدر نغمزها وحلوه. ده القوام اللي انا كنت عايزه اوصل له، وصلت له في الاخر بقى. وهبدا ان انا اقدمها، هحطها في البوله بتاعتي بتاعت التقديم، واعمل اشكلها كده بالمعلقه واحده واحده. مش قادره اقول لكم طعمها حلو ازاي بجد، ما بتاخدش اي وقت وطعمها حلو جدا. هضيف بقى عليها كمان زيت زيتون كده من على الوش، وهزينها بدقة زعتر وسمان. دي الحاجات اللي انا اخترت النهارده ان انا احطها عليها. اوقات كمان بعملها مع حاجات تانية، ممكن اضرب الجبنه القريش دي وبعد ما اخلصها خالص واتضربت بقى كلها وصلت للقوام الكريمي اللي انا عايزاه، احط عليها مثلا من الطماطم المجففه، احط عليها كده قطعتين 3 من الطماطم المجففه واضربها مع بعضها، حلوه جدا. ممكن نحط عليها قطع بسطرمه ونضربها مع بعضها برضو، هتبقى حلوه في جميع الاحوال. ملناش حاجه ان احنا ناكل الجبنه القريش بعد كده خلاص. زي ما انتم شايفين انا وزعت خلاص الزعتر على الوش، وحطيت شويه من السمان. هقدمها بقى مع العيش اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات، وتاكلوها بألف هنا وشفا، طعمها حلو جدا. دي كانت وصفتنا للنهارده، اتمنى ان انتم تجربوها وتنول اعجابكم وتعجبكم، وما تفرقوش الجبنه القريش بعد كده. لو الوصفه عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير للفيديو بتاعنا لو عجبكم، ولو اول مره تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم فيديو جديد واقول لكم دلوقتي سلام.